السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اخباركم ايه؟ ربنا يبارك فيكم ويجعله شهر رمضان سعيد عليكم وشهر الخير يا رب العالمين. بصوا بقى يا جماعة، انا عايزة اقول لكم على حاجة، عايزة اتكلم معاكم كلمتين قبل الفيديو. احنا ليه الحاجة لما تبقى اسعارها جميلة ليه نستنى؟ ليه نستنى لما الحاجة تغلى؟ بصوا الطماطم دلوقتي عاملة 5 جنيه والكيلو ونص عامل 10 جنيه. فيها ايه لو احنا جبنا الطماطم وعملناها وفرزناها والدنيا معانا بقت تمام؟ طب الليمون دلوقتي عامل 10 جنيه. لما نجيب كيلو ونخلله ونجيب كيلو ونفرزه، انا قلت لكم كذا مره في كل الفيديوهات عندي بلاش تكومي موضوع التفريز على بعضه. يعني ما ينفعش تبقى معاكي 200 300 جنيه علشان تجيبي شويه حاجات وتفرزيها. كنا الاول نعمل كده، انما دلوقتي ال 200 300 جنيه ما بيبقوش مع اي حد. ممكن يتفضى معاكي 10، يتفضى معاكي 20. معلش ان انا بتكلم معاكي الكلام ده للافاده، انا مش طالعه ان انا اعمل معاكي مخلل او طالعه اعمل معاكي الوصفه وخلاص. انتوا عارفين ان احنا حبايب وصحاب، وبحب ان احنا نتكلم مع بعض كده ايه، وجها لوجه كده، ولو عندنا حاجه نقولها. طيب احنا دلوقتي الفلفل سعره جميل، البصل بدأ يرخص شويه، الحاجه بدأت تهدى شويه، هي الفراخ واللحمه اللي طالعه ومحدش قادر عليها، والسمن والزيت والحاجات دي لا احنا نخلينا في الجزء اللي رخص شويه. ايه الجزء اللي نقدر نجيبه؟ نقدر نجيب السبانخ، نقدر نجيب الكوسه، نقدر نجيب بطاطس، الحاجات البسيطه دي. وزي ما قلت لكم مصروف الاسبوع لو هنشيل 20 جنيه نفرز منها شويه حاجات هنفرز. متفقين متفقين. طب النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض شويه ليمون بعصفر كده جمال علشان خاطر شهر رمضان. طب احنا لما بنيجي نجيب المخلل بنجيب كيس المخلل بال20 جنيه. طب مين معاه بقى كل كام يوم لما يبقى عامل عزومه حلوه كده لحبايب قلبه هيجيب المخلل بال20 جنيه؟ فزي ما بقولك بقى فكري كده، يلا وشغلي دماغك وتنشطي شويه وشوفي ايه اللي ناقصك في البيت وايه اللي ولادك بيحبوه. طب انا هعمل ليمون بعصفر النهارده، لكن انتوا ما بتحبوش الليمون بعصفر. هاتي يا ستي لفت، هاتي جزر، شوفي اعملي مخلل قرنبيط، اعملي مخلل مشكل. مش شرط الوصفه اللي انا اعملها تكوني انت بتحبيها، انا ممكن اعمل لك كذا وصفه في الشهر. اختاري بينهم الحاجه اللي تعجبك واعمليها. متفقين متفقين. انا بس محدش يقول بقى ان انا طالعه ايه ارغي والكلام ده كله. لا، انا طالعه ان انا عايزه اقول لك كلمتين، وعايزه اقول لك كده دبري ووفري. بصي حته التوفير محدش بيشيل جنيه. انا معاكم ان اليومين دول مفيش حد فينا بيشيل جنيه، بس عايزينها ايه؟ تمشي. يعني احنا بنزق الدنيا زق، بنلف السوق علشان خاطر ندور على حاجه رخيصه، ندور على حاجه نملى بيها البيت. محدش فينا بقى بيشيل 100 ولا 200، مفيش الكلام ده دلوقتي، محدش فينا. بس بنقول الحمد لله على ستر ربنا ونعمته. يبقى نشغل دماغنا ونصحى بدري ونروح السوق ونشوف هنجيب ايه. كرنبايه حلوه نشيلها، قرنبيطايه حلوه نشيلها. ويلا بقى بطلي رغي يا ام عاطف. طبعا انتوا قعدتوا تسمعوا الرغي بتاعي ونسيتوا اللايك، حطوا بقى اللايك علشان خاطر كده نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزاكم بقى ايه، تخلوا لي اللايكات كده كتير علشان خاطر انا نفسي كده القناه تكبر وتكبر بيكم. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا. بصوا بقى، انا هنا جبت الليمون معايا. بصوا بقى الليمون بتاعي انا طبعا جايباه الكبير ده الجميل ده، انا خدت حبه وعصرتهم. كنت جايبه كيلو ونص من الليمون، قلت اما اعمل بطرمان حلو كده ايه علشان خاطر طبعا شهر رمضان ولسه في مخللات تانية عايزين ان احنا نعملها مع بعض. فانا طبعا جبته وغسلته وصفيته زي ما انتوا شايفين. وهنعمل بقى شويه ليمون بعصفر، بس انما ايه، حدوته صراحه عجميه. وفي ناس بقى بيقعدوا يقولوا لك ايه، احنا بنحب الليمون بعصفر بس بيبقى مزز قوي معايا، بيحب شكله عشان خاطر المزازه بتاعته. طب انا عايزه اقلل المزازه بتاعته دي، مش عايزاه يبقى مزز. هقول لك بقى ازاي. وفي ناس بتسلق الليمون ابو عصفر قبل ما بتستخدمه علشان خاطر تسرع عمليه السوى. انا طبعا مش هسلقه لان ايه، انا هستناه على شهر رمضان باذن الله تعالى. يعني قدامه شهرين، يعني هيبقى معايا مستوي وعجميه والدنيا تبقى تمام. لو انا عايزاه كمان 15 يوم 20 يوم، انا طبعا مش عايزه اسلقه، انا طبعا عايزه ايه، اعمله بعصفر كده جميل عشان احطه بقى على الترابيزه كده واحنا بناكل، يبقى بقى الدنيا تبقى تمام. انا والله في شهر رمضان ببقى يا دوبك باكل اللقمه وبالعافيه، ما بيبقاش لنا نفس. طب خلاص انا قطعت الكميه كلها، هعمل ايه بقى؟ تعالي كده يا ست الكل، هنركن كده واحده واحده ونعيش حياتنا مع بعضينا.
انا قاعده كده مع نفسي، قلت ايه ما اقعدش بقى في المطبخ، بلاها مطبخ النهارده، خليني واقفه معاكم هنا. انا كده جبت ب5 جنيه حبه البركه، وجبت هنا ب5 جنيه العصفر. متفقين متفقين. نسيتوا اللايك؟ متحطش اللايك يا فوزيه، متنسيش اللايك يا فوزيه. خلاص خلاص هنقلب كده، دنيتنا تمام. دي ايه دي؟ قشايه نشيلها، خلي بالك. طب انا معايا هنا 3 جزرات مبشورين حلوين حلوين حلوين، هنضيفهم كده. انا حطيت هنا معلقتين من الملح، هديهم كده ايه تقليبه عشان خاطر الملح ده يبقى جوه الليمون كده ويتغلغل جوه الليمون. بصي بقى، لو انت حابه تحطي فلفل هريسه اللي هو الفلفل الاحمر ده الجميل اللي احنا ان شاء الله هنعمله برده عشان نشيله كده في الفريزر، عشان هو الموسم بتاعه وملعلع كده وجميل في السوق، حطي. بس انا طبعا مش عايزه احط هريسه عشان خاطر ايه الاولاد الصغيرين، وعشان خاطر صيام شهر رمضان، يبقى بقى ايه حاجه كده تبقى خفيفه علينا. بصي لما تحشي دخليه كده ايه لجوه. متفقين متفقين. وزي ما قلت لك ده ب10 جنيه في كل الاماكن، ب10 جنيه عند اي حد، يعني الاسواق كلها واحد. انا بقى هحشي كل الكميه دي وبعد كده هرجع لك. بصوا بقى، انا هنا عملت الكميه اللي معايا كلها، ده الكيلو اللي انا عملته، كيلو وربع كمان، وكان عندي كام واحده عملتهم. هنا بقى الميه معايا، الميه مغليه كده مفلتره. بصوا بقى، انا عايزه اقول لك ان انا ما غليتش الليمون زي ما قلت لكم، علشان خاطر انا هاكله بعد شهرين، فلسه يعني معايا الوقت شويه. يعني الملح بتاعي انا طبعا ايه الواحد بتبقى ايده معياريه، ده يا دوبك مثلا معلقتين من الملح الكبار. طيب معلقتين من الملح انا هقلبهم كده. انا اتفضى معايا كده الخلطه اللي هنا. بصوا بقى، انا هضيفها كده بسم الله الرحمن الرحيم، لان انا عايزه الايه عايزه الخلطه دي في الميه. طيب وعصره معايا كميه من الليمون، يعني حوالي ربع كيلو من الليمون. بصوا البذر بتاعها اهو، حوالي ربع كيلو من الليمون. طب انا ما كترتش الليمون ليه؟ علشان مزز الليمون هيديله مزازه، والليمون اللي بعصفر ده اصلا هينزل كميه ليمون هتبقى حلوه جدا للعصير بجد. بصوا هتبقى حلوه لليمون. خلاص كده المحلول بتاعها يبقى احنا حطينا لتر من الميه الدافيه، الميه دي مغليه وبعد كده سبتها لما بردت بقت دافيه معايا، وحطيت معلقتين كبار مليانين من الملح، وطبعا احنا حاطين في قلبيه ملح، وحطيت حوالي على الكيلو، يعني هو كيلو وكام واحده كده، حطيت عليهم ربع كيلو من الليمون مش اكتر. بصوا بقى يا جماعه، خلاص انا عبيت برطمانين صغيرين كده. البرطمانات دي اصلا بتاعت المخلل عندي، انا ايه بجيبها كده عشان خاطر الفلفل انا مش بخلل منه كتير، فبجيب برطمانات صغيره. فدول بقى ايه انا هامله منهم كده ان شاء الله. المخلل ده هيبقى جميل وزي الفل، هينفع معاكم قوي. طيب البرطمانات دي بقى امسحها وعينها. بصوا بصوا جماله كده وحلاوته بجد، هيبقى جميل قوي. انا بحاول ان انا ما كترش الليمون فيه علشان خاطر ما يبقاش مزز معاكي، لان هو كده كده بيكب الليمون منه. لما هتحطي عليه العصاره دي كلها، الليمون وحبه البركه والجزر، الجزر كده كده بينزل ميه، فهتلاقي بقى كل ده معاكي هينزل الليمون، فعشان ما يبقاش مزز هو بسم الله ما شاء الله هيبقى تحفه معاكي. اللهم صل على النبي. يا جماعه خلصت كده الليمون، ما خدش في ايديا 10 دقايق، برطمانين جمال كده حلوين، وان شاء الله نعمل برضو المخلل المشكل معانا. يا رب النهارده اكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون فدتكم ولو بمعلومه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.